اللانس تقريبا اكتر سلاح مكروه من لاعبين بولهلا. هتقولي هما بيكرهوه ليه؟ عشان اقولك عشان هو يعتبر من اقوى الاسلحه في بولهلا واكتر الاسلحه مستفزه. فيديو النهارده هعلمك ازاي تلعب باللانس، من كل ضربه بتعمل ايه وتستخدمها ازاي بالظبط، الكومبوهات والسترينجز. اضمن لك بعد الفيديو لو عملت كل حاجه صح هتبقى جامد بيه وهتطلع بالرانك بسرعه. فمن غير ما نطول ما تنساش اللايك والاشتراك وصفر الديسكورد تحت. يلا بينا نخش على التوتوريال. اول حاجه هنتكلم عليها هي ضربات اللانس وازاي تستخدمها. واول حاجه عايز اقولها ان اللانس سلاح دغري، يعني سلاح تضرب اللي قدامك بس، يعني ما ينفعش تضرب حد بزاويه. صعب قوي ان انت تضرب حد لو واقف بزاويه عنك، فلازم على قد ما تقدر انت تتحكم في الموفمنت بتاعتك، تقعد تعمل اي حاجه عشان تكون قدامه افقك، تكون قدامه كده عشان تعرف تضربه عدل. هنبدا دلوقتي نشرح ضربات. اول ضربه عندنا هي النيوترال لايت. النيوترال لايت تعتبر ضربه بوكينج، يعني انت بتبوك عليه، ممكن كمان تودي على كومبوهات لو عرفت. فانت ممكن مثلا تعمله كده، فاهم؟ بتبوك، انت بتدخل عليه مره واحده وتديها له في وشه كده. فهي ضربه حلوه ممكن تعملها، تشوف اللي قدامك هيعمل دوج ايه وتعمل له ريد وتفشخه على. تاني ضربه عندنا هي السايد لايت. هي ضربه تقريبا كومبو ستارت، تقريبا كل كومبوهاتك تبدا بالضربه دي، فهي ضربه حلوه قوي وتقريبا هي اصلا اللي مكريه اللانس يعني. ثالث ضربه هي الداون لايت. الداون لايت ضربه حلوه قوي وممكن تطلع على كومبوهات برضو، بس اكتر حاجه بتستخدم الداون لايت ليها ان لو حد عمل لك ستاك، والستاك هنتكلم عليه اكتر بعدين، بس ان هو حد يقف عليك كده، فهو لما يكون واقف عليك كده وعمل لك ستاك فانت بتديله داون لايت كانك بتقول له ابعد عني يلا. وفي كومبات تقدر تعملها بالداون لايت هنتكلم عليها بعدين، وممكن توصل ل2 وممكن توصل ل1 دوج فري. بعديها عندنا الضربات اللي في الهواء. عندنا النير، من اكتر الضربات الاندر ريتد، في ناس كتير قوي مش بتستخدمها وهي اصلا من اهم الضربات، تقدر تعمل بيها كومبوهات كتير قوي ترو وبتدمج عالي قوي، فيا ريت يا جدعان تستخدموها. بعد كده عندنا السير حلو قوي ان انت تقدر تقتل اللي قدامك بيها. مثلا لو دمه 170 عملت له كده الله يرحمه، ممكن تضربها في الهواء برضو كده، وممكن تستنى وتضربها كده لو هو بيقعد على الارض كتير وتموته عادي. ممكن برضو تستخدمها ان انت ترجع للستيج، وضربه حلوه قوي ان انت ترجع للستيج لان الرينج بتاعها عالي جدا. بعد كده عندنا الدير ما اقدرش اقول عليها حاجه، هي ضربه حلوه وممكن تعمل بيها كومبوهات بعدين هنتكلم عليها في الفيديو اكتر، بس هي ضربه حلوه يعني. واخر ضربه هنتكلم عليها هي الريكفري. ريكفري حلوه جدا، وحلوه ان انت ترجع بيها للستيج. لو انت تحت خالص تعملها ترجع للستيشن عادي جدا، بس حاول لو انت قريب ما تفضلش شاحنها على الاخر كده، يعني حاول تستخدمها كده مثلا عشان اللي قدامك ما يعملكش كاونتر. وبرده ضربه حلوه ان انت تقدر تقتل بيها. بعد ما اتكلمنا على ضربات اللانس هنلاحظ حاجه، ان مفيش ضربه تجيبك تحت على طول ومفيش ضربه تجيب فوق على طول. فانت لو حد فوقيك ممكن تتعامل معاه بالنير، بس مفيش حاجه تقدر تعملها تحت. فانت لو حد جاي لك من فوق او تحت ترمي عليه الويبن هيبقى احسن خيار. مثلا ممكن عايز تنزل عليه جراوند باوند، او ترمي تعمله داون لايت تاخد السلاح تاني، او ممكن ترمي لفوق تعمل له ريكفري. فبرضه دي نقطة السيئة لللانس. طيب قبل ما ندخل على الكومبوهات، الستاكينج زي ما قلت لك لما يكون حد واقف عليك كده، فاللانس انت صعب قوي مفيش ضربات تقدر تضربه بيها، فاحسن حل ان انت تعمله داون لايت، واي حد على طول يعمل لك ستاكينج ان هو ان تطبقوا على بعض، يعني بالعربي يعني ما شاء الله عليا لغة عربية فصحى، طبقوا على بعض على طول اعملوا داون لايت. ونص الناس بتحاول تعمل ستاكينج على اللانس عشان كاونترك، ونص الناس برضه هتحاول تيجي من فوق ومن تحت باللانس، فانت ترمي عليهم السلاح زي ما قلت لك. دلوقتي بقى نخش على الفان بارت اللي هو الكومبوهات. في كومبوهات كتير قوي تروح باللانس وبتعتمد على الدكستيريتي. الدكستيريتي دي ستات عندك في كل شخصيه بتزود السرعه بتاعت الضربات، فانت ممكن تعمل كومبوهات اكتر وكومبوهات ترو. فانا بلعب بلورد فراكس، فلورد فراكس عنده الدكستيريتي عاليه قوي، تقريبا في كومبوهات كتير قوي ما تعرفش تعملها ترو بتعملها ترو باللورد فراكس. فدلوقتي هقول لكم على كومبوهات تعملها لو اللي قدامك دمه من ابيض لاصفر برتقاني كده يعني. اول كومبو عندنا واللي هو ترو باللانس وتقريبا اشهر كومبو باللانس اللي هو سايد لايت دير، وده كومبو ترو طبعا، كومبو فاجر وممكن تخليه احسن ان انت تعمل كده. هتحط في الاخر نيوترال لايت ودي هتبقى دوج ويندو واحد بس، فتقريبا صعب قوي ان اللي قدامك يعملها دوج. في برضه كومبو اندر ريتد قوي وهو اصلا بتستعمله عشان تدمج اللي قدامك ويشتغل على كل الهز، كان احمر كان اصفر كان ابيض اي حاجه هيشتغل عليه، اللي هو السايد لايت نير. كومبو ترو ممكن تطلع عليه كومبوهات كتير قوي هنتكلم عليها في فقره الكومبوهات اللي بتقتل. في برضه كومبو اللي هو داون لايت نيوترال لايت، ده كومبو تقريبا ترو بس بلورد فراكس، وتقريبا على الشامبيونات التانية بيجيب واحد دوج فريم لو عملته صح. واحد دوج فريم دي صعبه قوي ان حد يطلع منها. دلوقتي الكومبات اللي تقدر تقتل بيها واللي تعملها لما يكون اللي قدامك دمه برتقاني او احمر. اول حاجه هنلاحظها لما اللي قدامك يوصل دمه احمر ان سايد لايت دير ما بقتش ترو خلاص، صعب قوي تجيبها. فاول كومبو معانا هيستبدل سايد لايت دير وهيبقى جامد قوي تقتل بيه. سايد لايت سي تقدر تجيبها واحد دوج ويندو، بس مش عارف ازاي 2 دوج ويندو اهي، واحد دوج ويندو تقريبا اصلا صعب ان هو يطلع منها قوي. وفي برضه كومبو بيت اللي هو
سايد لايت ريكفري، ده واحد دوج ويندو، كومبو حلو قوي وبيقتل وسريع جدا يعني. في برضه كومبو اللي قلت لك عليه اللي هو سايد لايت نير، وده تو شوف ينفع في كل وينفع في كل اتش بي. انت ممكن تعمل سايد لايت نير، فانت ممكن تعمل سايد لايت نير وتقتله بقى باي حاجه، ممكن مثلا تقتله بريكفري او ممكن مثلا تعمل له نيوترال سينج. فدي كده انا قلت الكومبوهات المشهوره بتاعت اللانس. في كومبوهات اكتر بكتير، ولكن الكومبوهات دي تقريبا صعب قوي انك تستخدمها. هي دي الكومبوهات اللي تقريبا انت هتستخدمها في الجيم كله اصلا. طيب بعد كده عندنا السترينجز، او يعني الكومبوهات اللي بتقتل اللي بتكون طويله شويه. هي كتير، فانا هوريها لكم بسرعه من غير شرح كتير، وهوريكم كمان الريدز. اللانس سلاح سهل جدا، وهو يعتبر كومبوهات تطور وبتكررها في الجيم، وفي ناس كتير قوي بتكرهه. فانا شايف ان اللانس احسن سلاح تطلع بيه في الرانك. ودلوقتي تعالى اقولك على احسن شامبيونات تلعب بيها في الرانكد وهتطيرك يا باشا. ما اقدرش اقول ان في تشامبيون احسن من التشامبيون، بس هقول احسن الشامبيونات واقول ايه مزايا والعيوب بتاعت الشامبيون. اول حاجه نبدا بيها ارتمس حلو قوي وسجاته حلوه جدا، بس مشكلته ان الدكستريتي عنده مش قد كده، بس عنده سبيد عالي قوي ممكن تستغلها. ده غير كمان ان معاه سايس، وخلي بالك انا عامل فيديو شرح سايس، فانت لو شفت الشرحين دول هتبقى تمام ارتمس معاك. بعد كده عندنا اورايون ممكن اقول ان هو احسن شامبيون لانس، لان ضرباته بتغطي مساحه كبيره قوي، وصعب قوي ان محدش يجي فيها، يعني صعب قوي ان انت اصلا تمسها. فانت اصلا لو خسرت باورايون اعرف ان دي تقريبا يعني سكيل ايشيو يعني. بعد كده عندنا لورد فراكس برضو حلو جدا وسكته حلو قوي. كمان احسن حاجه فيه ان هو تقدر تجيبه 9 ديكستريتي، دايما حط عليه ديكستريتي، تقريبا نص الكومبوات عندك هتبقى ترو، بس مشكلته الديفنس والاتاك. بعد كده عندنا سير رولاند انا شايفه حلو وهو اندر ريتد شويه، واحسن حاجه عنده ان هو عنده الديفنس عالي، وممكن تاخد كمان السبيد هتساعدك قوي. سكارلت برضو تعتبر اندر ريتد شويه، بس هي تشامبيون حلو جدا والاتاك عنده حلو فشخ يعني، وكمان معاه الهامر بيدمج جدا. بعد كده الجرم شايفه حلو جدا، بالذات ان هو معاه اكس، واهم حاجه تاخد معاه كمان ديكستريتي. فيكتور كمان حلو قوي وسجاته الناس مش بتتوقعها خالص، بجد ادخل جرب سجاته وخد معاه برضه ديكستريتي. هي ما اقول ان انت بتلعبش فيها بصراحه، لان التلاتة ديفنس دي تعمل بيها ايه؟ دي حطها فين دي؟ يعني انت لو قدامك مثلا نزل تيروس هتعمل ايه بالتلاتة ديفنس؟ لو نزل قدامك ظل هتعمل ايه بالتلاتة ديفنس دول؟ فانا شايف ان بلاش يعني. كده انا غطيت كل الشامبيونات اللانس. قولوا لي لو عجبكم الشرح، خش يا باشا باللانس رانكد وهتدمر الدنيا يا باشا لو طبقت على الكلام اللي انا قلته ده. بس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. قولوا لي لو عجبكم الشرح وعايزين ننزل شروحات تانية، قولي تحت في التعليقات بشوفها كلها عادي. بجد شكرا جدا على الدعم اللي كان في الفيديوهات اللي فاتت. تنساش اللايك والسبسكرايب، ويلا مع السلامه.